أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أحبائي، السلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. اليوم مجلسنا الرابع في فقه الجنائز من كتاب بلوغ المرام من حجر العسقلاني وشرحه للشيخ عبد الله البسام. وموضوعنا قد توقفنا عند وصول الجنازة إلى شفير القبر. جينا خدينا الجنازة دي على شفير القبر. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسل الجنازة من عند رجليها. احنا مقبلين على القبلة، ما بندخلها بالرأس، بندخلها بالرجلين، ندخلها من المكان الذي يكون عندما ينزل في اللحد يكون من ناحية الرجلين وليست من ناحية الرأس. تسل مسلا، يعني دخيلة كده فينزل فيكون مواجه القبلة، ويداه يمكن أن تربط ربطة خفيفة، ويمكن أن تكون تحت رأسه، ثم يجعل على شقه الأيمن، يجعل الجنازة على الشق الأيمن. فإن كانت كبيرة احتجنا لتوسيع اللحد، سيأتينا اللحد إن شاء الله. وإن كانت صغيرة اللحد أكبر احتجنا لأن نجعل ترابا أو شيئا خلفها حتى لا تسقط. هذه السنة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال هذه من السنه. وسعد بن ابي وقاص قال في الحديث الاخر، قال الحدوا لي لحدا. واللحد هو شق القبر من ناحيه القبله، والشق هو شق القبر في وسطه. القبر ما كده من ناحية القبلة ده لحد، يعني خليه من ناحية القبلة، من النص ده الشق. فإذا احتاج الناس إلى أن يلحدوا في اللحد الواحد أكثر من جنازة، فإنه يجعل أكثر قرآنا في اللحد وبعده الشق، ثم بعد ذلك يدفنوه فيما بعده، فيقدم من هو أكثر قرآنا ودينا إلى القبلة. كذا في الصلاة. واللحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الشق عند عامة فقهائنا جائز. الشق يا إخوان عند عامة فقهائنا جائز، لكن اللحد هو السنة كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، فألحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن نصبا. واللبن الطوب الأخضر. أما الطوب الأحمر ما لبن لأنه محروق. فإن احتاج، طبعا الطوب الأخضر بيحتاج إنه توقفوا على حيله لأنه ما بيشيل كويس. لكن لو عملنا أسمنتي، يعني قطعة من الطوب الأسمنت الكبير اللي بيشوفوه، ما بيحتاج نوقفه لأنه بيشيل أصلا. والمقصود إنه شنو؟ المقصود أنه لا يتهايل. والمسألة علمية، إحنا الفقهاء بنقول علية مصلحية ما تعبدية، ما مسألة تعبدية يا إخواننا، وإنما علية مصلحية. ممكن يختلف اللبن، نجيب الأسمنت عديل كده ونقطع بالطوب الكبير ده ونحطه من غير إنه ننصب كحديث ابن أبي وقاص. ليه؟ لأنه بيشيل.
ويكون أسهل، يعني يمكن كم طوبة تغطي لنا كويس. لكن إن فعلنا هذا اللبن وهو لين، وده بيحصل اللبن أحيانا في عهدنا القديم كان يحصل هذا، كان يحصل إنه قبال ما الناس يجهزوا اللبن الناشف كانوا بيجهزوا الحوض ويشتغلوا زي ما شفتوا أهلنا زمان بدقوا على بعضه حتى يعني يكون واقف، حتى يعني يشد بعضه بعضا. ده المقصود هنا. فالحاصل أننا يعني في اللحد لابد أن نجعل الطوب واقف في الطوب اللبن لأنه ضعيف. أما في غير الطوب اللبن الضعيف فإننا ممكن أن نسوي به القبر. طيب قبرناه، فبعد أن نقبره لابد أن نفك أحزمته لأنه يزيد، فنأتي فنفك هذه شنو الأربطة الموجودة فيه، وبعد أن نفك الأربطة نسحب ما يغطى به سترا. نحن قدام قلنا إنه شنو؟ قلنا أنه يستر من أعين الناس بثوب، واستحب العلماء البياض في هذا، استحبوا فيه البياض، فنسحب الثوب ثم نغلق عليه. فإذا غلقنا عليه نحسو عليه 3 حسيات، والناس خلاص شالت الكورين وده تكفي بعد كده. فنحسو عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسى على القبر واقفا، كان له تراب وحسى عليه 3 حسيات صلى الله عليه وسلم. الحديث سيأتينا إن شاء الله. فكذلك هذا من السنة، وإن كان الحديث فيه كلام لكن ابن حجر جاء به محتجا به يعني بالشواهد. إذا فعلنا هذا ورأيناه التراب فإننا لا نجصصه، والجص زي الجبس يعني بالبلد كده، لا نجصصه، وإنما نرفعه شبرا حتى يعني الناس ما يأتوا يمشوا عليه أو يكون في سير يأتيه كذا نضع عليه من الحصحاص الذي يثبت التراب ممكن أن تتحايل، هذا كله من السنة. ولا يجوز أن نرفعه كثيرا. طبعا الشبر فيه تقدير يا إخوان، ممكن أن يسنم يا عند الفقهاء، يمكن أن يسنم زي تسنيمنا الآن اللي يسنموا له، لكن ما يرفع ولا يبنى عليه. كثيرا بعد شوية البناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيح حديث عائشة، لولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر، طبعا يا إخوان الأنبياء يقبرون حيث يقبرون، جاء في السنة الأنبياء يقبروا حيث يقبرون، والأنبياء حرم الله أجساد الأنبياء على التراب. شفت الأنبياء كم هم؟ والرسل 124,000 من نبي للرسل، بهم السنة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكنهم كلهم موجودين في التراب دي وما أكلتهم التراب، لا موسى ولا عيسى مرفوع فوق ولا إبراهيم ولا آدم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. حرم الله التراب على أجساد الأنبياء. فجاءت السنة كما أورد البيهقي وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر في المكان الذي قبض فيه في بيت عائشة واستقبل به القبلة، جيء بأبي بكر فكان عند رأسه، كان أبو بكر عند رأسه وكان عمر عند رجليه.
فهم ثلاثة أصلا في الحجرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، وأبو بكر أنت لما الداخل بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتتنحى فتسلم على أبي بكر ثم على عمر، فهم هكذا. فالسنة أن لا ترفع القبور، ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ولولا ذلك لبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المؤلف بكسر عظم الميت، مش كده يعني كسر عظم الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي، يعني زي ما بتكسر له ايده حي بتكسره ميت. وده فيه نهي واضح يا اخوان عن ان لا نمس هذه الجنازه، يعني ما خلاص نقول طلعت روحه وبعد كده نسوي فيه والدارين هنا، حرام. لا بأذية وهو في القبر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد لابس له نعال سفينة بيسموها زمان بيسموها السبتية، كويس؟ لا لقاه يكشف بنعاله فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، قال طلع العلاج بتكشف فوق القبور معك، فنهاه عن اذيتهم بشنو؟ بالنعال عليها. ولذلك لا يوزوا لهم داخل المقبره في القبر ولا يوزوا هم خارج القبر، الاثنين ما نفعل. الواجب علينا ان نحترم هؤلاء لانهم افضوا الى ما قدموا. طيب كسر عظم الميت بيكون بشنو؟ بيكون بالتشريح، لان الشرع التشريح مجامعنا الفقهيه يا اخوان كلها مجامعنا كلها تابعه لرابطه العالم الاسلامي ومنظمه المؤتمر الاسلامي ومجمع الفقه الدولي وغيرها من المجامع الكبيره يعني الدوليه الاسلاميه اجازت التشريح الجنائي. يعني حصل له حادث ولا في نهايه ولقوه مقتول ويترجم بالمغابر، اي اجازوا للاطباء انه يشرحوا عشان يعرفوا سبب الوفاه. لما كسر كويس اجازوا له انه شنو يعرفوا سبب الوفاه في قضيه التشريح الجنائي. واختلفوا في طبعا دي الضروره عشان نعرف المجرم منو جانب بالضبط. واختلفوا في قضيه التطبيب، اختلفوا في قضيه التعليم للتطبيب. يعني شنو؟ يعني دارين نجيب الميت ده وندخله المشرح عشان نعلم فيه طلاب الطب. هو طلاب الطب ده لابد نعلمهم في حاجه مخصوصه. فعامة مجامعنا الفقهيه قالت الا للضروره ما يجوز انه نجي نشرح المسلم، لا سيما وان الكافر والذمي يمكن ان يستعاض باجسامهم في التشريح. ونحن حسنا الان في كلياتنا بتاعت الطب قاعدين نمشي نشتري جسامين من الكفار، بس انتم ما عارفين احنا اساسا بتاع الجامعات وفاهمين اي حاجه. كويس؟ بنمشي نشتري الدوله بتشتري جسامين الكفار وتجيبها عشان تعلم فيها شنو؟ طلاب الطب في التشريح. لكن انا ما ادري المسلمين في المساله لان المساله اخوان مشعبه، لكن الفقهاء تكلموا على قضيه هل يجوز اذا اشرف على الهلاك، حصل له حادث وهداك في الانعاش العنايه المكثفه وخلاص على وشك انه يفارق الحياه، هل يجوز ان ناخذ من اعضائه شيئا؟ ناخذ الكلى، ناخذ القلب حتى ننقذ بها مريض اخر او ننقذ بها؟ فبعض العلماء اجازوا اذا اوصى، لان في ناس وصى قال ناخذ الكليه بتاعتي والقلب والاشياء ممكن ينتفع بها، ثم مع وصيته يا اخوان اذا اذن وليه. اذا اذن شنو؟ وانا كنت طالب في الجامعه الاسلاميه المدينه
فدخلنا لواحد قريبنا صاحبنا ودخل حصل له حادث في منطقه خيبر، ودخل الانعاش وجينا وقفنا، وكان انا وزوجته ما في غير زوج. فناس المستشفى قال له يا اخي خلاص الرجل ده على وشك انه يذهب الى الله، دايرين نشيل كده وكده، وهي رفضت. قالت لهم لا تلفونوا لي بس ايوه ما تشيلوا لي اي حاجه. فعلا مضى وشهد ودخل دول اليوم شيخ صديق عليه ودخلنا. ده عند طائفه من العلماء انه يؤذن فيه. الامر الثالث الذي نتكلم عليه كسر الان هي قضيه الموت الدماغي. الموت الدماغ لكن ما مات حقيقه، ما هو في موتين، في موتين، في موت حقيقي تخرج الروح وخلاص، وفي موت حكمي عند الفقهاء زي المفقود. في مفقود حقيقي وفي مفقود حكمي. فالموت الحكمي أن يحكم الأطباء بموته دماغيا. يعني شنو؟ يعني حصل له شلل والثاني الأطباء قالوا ده ما بيرجع للدنيا، لكن قلبه شغال وبعض أعضاؤه شغال كويس، أو قلبه ودماغه انتهى وقف خلاص، الدماغ عطل، وده ممكن يعيش على الأجهزة، ناخد له الأجهزة ويعيش عليها، لكن لو سحبنا الأجهزة دي بيموت. لو رفعنا الأجهزة بشنو؟ بيموت. فقهانا خاصة في السودان، مجامعنا مجمعنا الفقه السوداني قال تسحب الأجهزة. لأن يا جماعة مسألة مكلفة، هو قاعد في عناية. وأنا شفت مشيت بعض الدول خارج السودان لقيت في ناس 20 سنة تحت الأجهزة، 20 سنة تحت الأجهزة بحادث، والدولة تدفع. الدول كانت غنية بتدفع، لكن احنا دولتنا صعب عليها. ففقهانا في السودان أجازوا سحب الأجهزة. بعض فقهاء طبعا شريعة، بعض فقهاء القانون في بريطانيا ما أجازوا سحب الأجهزة إلا بإذن الولي في قضايا الآن معلقة في بريطانيا وفي غيرها في قضية سحب الأجهزة عنه، لأن الدولة تتكفل بشنو؟ برعايته في المستشفى. الحقيقة قضية الموت وممكن تسحب منه الأعضاء، لكني وجدت، ما دار أطول عليكم في البحث العلمي هنا، لكني وجدت كلاما جميلا لصاحب الذخيرة الخرافي المالكي عليه رحمه الله في كتابه الذخيرة. قال كلمة جميلة، قال الإنسان يملك منافع أعضائه ولا يملك عينها. أنت بتملك منفعة إيدك دي لكن ما تملك عينها. بمعنى آخر إنك ما بيجوز لك تبيعها ولا تهبها ولا تتصرف فيها، ما بيجوز لك، لكن بتملك المنفعة بإنك بتستنفع بها لنفسك أو لغيرك. فقال الإنسان يملك المنافع في جميع أعضائه لكن لا يملك أعيانها، عشان كده لا يجوز له التصرف فيها. وهذا من سعة فقه القرافي عليه رحمه الله، وبيفيدنا كثيرا في مجال البحث العلمي في قضية كسر عظم المؤمن حي ككسره مهين. فهي مسألة من المسائل الواسعة التي ما زالت تحتاج إلى نظر واستدلال، لأن يا إخوان الطب متجدد، طبنا متجدد في العالم كله، وأكثر حاجة ماشية هي على المسألة الطبية في العالم، وفقهنا لابد أن يواكب هذا التطور الطبي المتجدد، فيجد له مسائل، يجد له إجابات. والواجب علينا النظر في البحث في هذه المسائل بعين الاعتبار، لأننا بنحتاج لكثير من المسائل التي يمكن ممكن يصور مسألة في قضية يعني سوائله كالمني وغيرها والبويضات، لأنه ده برضه بيصور فيه قضية بنوك الأرحام في الغرب. ونحن طبعا ما عندنا بنوك، ما عندنا بنوك بتاعت أجنة ولا أرحام، ما عندنا، ممنوع عندنا، لأنها بتؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهي العلة التي
قام عليها تحريم الزنا. قام عليها تحريم الزنا. فيبقى المسألة فيه قضية كسر المؤمن في عظمه يعني بتتفرع منها مسائل كبيرة جدا نحتاج فيها إلى بحث واستقصاء. وابن قدامة عليه رحمة الله عنده كلمة جميلة في روضة الناظر وجنة المناظر، قال: ونستفيد بالقياس ظنا غالبا وذلك لكثرة النوازل وقلة القواطع. القواطع يا اخوان مقصود بها الكتاب والسنة، دلالة الكتاب والسنة محدودة لكن فهمها واسع، لكن بنحتاج للقياس الحق النظير بنظيره والشبيه بشبيه حتى نستخرج ونولد فقها يواكب التطور الموجود في عالمنا ولا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ونصوص الكتاب والسنة. إذا أدخلنا الميت القبر فقد جاء في السنة أننا نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله، دين الشيء. وكذلك ورد في التلقين بعد أن يقبر حديث، لكن عامة الفقهاء ضعفوه، وابن القيم قال هو موضوع، ووهنه الصنعاني وابن الصلاح والنووي وابن حجر أنه إذا فرق منه قام عليه وقال يا رب هو الأسمن الكبير ما نحتاج نوقفه. هذا بيجي الأصل، المقصود مش المقصود أنه لا يتهايب، والمسألة علمية الأساس. المؤلف جاء بهذا الحديث من فقهه عليه رحمه الله، جاء به ليبين أنه ضعيف. عامة علمائنا ضعفوه، وكان الذي رواه من أهل الشام من التابعين، حتى سئل الإمام أحمد عنه فقال هذا يروى للمغيرة عن أهل الشام، يعني الحجازيين ليسوا على هذا، يروى عن أهل الشام. فالحاصل أن التلقين يا إخوان كما قدمنا يكون للمحتضر ولا يكون للميت. ثم جاء المؤلف بحديث أبي داود، حديث عثمان، ويا إخوان عثمان حديثه قليلا زي ما مر بينا في حديث الوضوء، يا مرة اثنان وثلاثة كويس. حديث عثمان وغيرها قليلة لكنها في بابها. حديث عثمان الذي رواه أبو داود لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من الدفن وقف على شفير القبر وقال: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أولهم من ابن حجر يد الحديث الضعيف الذي تكلم فيه العلماء عشان يبين ضعفه وعمل بعض الشامين عليه، ضرب عليه بحديث أبي داود في الصحيح في أبي داود، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرق من دفنه فقال: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وده الواجب علينا، إننا لما نفرق كثير من الناس يشتغل بالكلام، لا، الموقف موقف موعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على شفير القبر فقال الصحابي: كنا في جنازة رجل من الأنصار فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، يعني جلس كده كأن على رؤوسنا الطير، ثم وعظنا موعظة بليغة فزرفت منها العيون وجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصلهم بالسمع والطاعة، يعني الحديث الذي وعظهم عن المغفرة. والمواعظ يا إخوان عن المغفرة بحاجة الناس، ما هي سنة ماضية، لكن الناس لو احتاجوا للتذكير، لأن الإمام يذكر القبر التي يمكن أن تقال في هذه المواضع، يمكن أن تنبه الناس على السنن والآثار التي تقال للناس في هذه المواضع. فلما يفرق من دفنه كويس
ما بيقروا زي ما قال عمنا بابكر ما شايف. لكن فعلنا قال هذا يجب عليهم 11 الاخلاص 11 لا ما تكلم عليهم القران ولا الاخلاص، وانما ادعو له واخلص. قال فاخلصوا له في الدعاء، بحقوا عليك استغفروا لصاحبه، يا الله اغفر له، يا الله اغفر له، يا الله عبدك المحتاج اغفر له. ليه على الله انه يغفر له ويتجاوز عنه كويس. وسلوا له التثبيت، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عنده، فانه الان يسال يعني خلاص الصحف اتفتحت بعدين. فده الواجب يا اخواننا. لكن احنا لانه يعني بعيدين من السنن اصبحنا ناتي باشياء ثانيه، نقعد وشيل عليه الفاتحه. الادعيه كويسه يعني الناس تقول لهم دعوا في الوطني ودعوا له دعاء طويل لا مانع، لانه هو اصلا يعني دعاء ان يقبله الله جل وعلا. لكن السنه الاستغفار وسؤال التسبيح له. ثم تكلم المؤلف عن زياره القبور وقال كنت نهيتكم عن زياره القبور. نسيت اي حاجه؟ كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. وده مر علينا يا اخوان في البدايه لما تكلمنا عن الجنائز، تكلمنا عن زياره القبور وكان الناس حديث عهد بجاهليه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتتنوا بالقبور كما افتتن اهل الجاهليه بالقبور فعبدوها، والنصارى واليهود من قبلنا، فمنعهم من الزياره المطلقه لا رجالا ولا نساء. وده بيسموه سد الذرائع، واكثر منه سادتنا المالكيه والحنابله عليهم رحمه الله. ده من اصول المذهب يا اخوان. فسد الذرائع يعني قال ما في زول يزور القبور بس تدفنوا وتمشوا عشان الناس ما يفتنوا. فلما آبوا الناس الى الايمان عرفوا انه القبور دي الزول بيمشي يدعو لها ما بيمشي يدعوها، يعني زياره يعني شرعيه ما هي زياره بدعيه. قال فأجاز لهم كنت نهيتكم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك يرتقي قلبه أن يمشي على القبور يشوفها، فيهم التاجر وفيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم العالم وفيهم كلهم قاعدين في عدة سوا، كلهم في عدة واحدة وكلهم شعروا أي حاجة عندهم فضل عن عمل. فأثبت موعظة أن تزور القبور. ونسخ عدم الزيارة بالزيارة لفوات المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. الكعبة دي يا إخوان شفتوها مربعة كده وفيها شنو؟ فيها بنيان زي الحجوة كده. ده كله ده الحته اللافه دي كلها حق ابراهيم. لكن الملوك بقى واحد يجيب جاي واحد جاي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا قومك حديث عهد بالجاهليه لهدمت الكعبه ولجعلتها على قواعد ابراهيم. لكن خاف انه يقولوا انه جاء محمد بهدم الكعبه، يفكوا فيه دعايه يقولوا محمد جاء واول يوم جاء كسر لنا كعبه الله، فقام خلاه عليه. الملوك جو عنه صلحوها واحد حتى جاء ابو جعفر المنصور، وطبعا الامويين يكسروها العباسيين يرجعوها، فابو جعفر استشار مالكا وكان زميل مالك ابو جعفر المنصور في هذه الكعبه، فاشار عليه ان لا يفعل، قال انا دار ترجع قال ما تعمل. قال لما يا امام؟ قال لا تجعلها ألعوبة الملوك. انا ما دخل يا ألعوبة، انت البعلك برضه حيكسرها ولا دايما بقول لهم يعني بمثلهم زي ثورة مايو 25 مايو ما مشى البريد. اول حاجه مشينا للبرلمان وشيلنا ال 25 دي شلناها خلينا 20. وده طريق خاطئ. فانما النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الفساد في هذا. كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم
مع إجازته لزيارة القبور منع النساء من زيارة القبور. والمؤلف جاء طوالي بحديث النهي عن لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. والزوارات يا إخوان على صيغة فعالات، صيغة مبالغة، لأنه صيغة مبالغة فعال مفعال فعول فعيل فعيل، 5 فعال مفعال فعول فعيل فعيل، ففعالات دي صيغة مبالغة. فقال بعض علمائنا هي التي تكسر الزيارة، أما التي تأتي إلى المرة الواحدة لغريب لها فتدعو له لا تدخل في هذا. وقال بعضهم هي التي تجلس على القبر لتزير الناس. الزوار عندنا زمان كانت الحمد لله أسأل أنفاقها. لكن عامة المحققين من علمائنا يقولون المرأة لا تزور القبور، لا في يوم الجمعة ولا في الأعياد ولا لأحدها، لأنها تتأثر كثيرة النياحة بهذا وتتأثر بهذا، فينبغي عليها أن تدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج يا إخوان ما المقصود اللمبات المخاتلة في المغابر دي للمصلحة، عشان الزول من يدفي الموتى بالليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن الموتى ليلا مر بينا. ليه؟ ليتكسر الناس نهارا على الصلاة على الميت. ما النهي ما لأساس، لعلة. الناس النهار بيجوا لكن بالليل وما تكون شاكي ما حيجوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغبر ليلا، يعني نار قاعدة وبقى قريب الصبح، مع الصبح كده نجيب الناس نقول لهم خلاص لا قاعدوا، لكن ما نغبر ليلا حتى الناس ما يقدروا يصلوا اليوم أو يغبر تفوت الفضيلة لبعض الناس. في قضية الزيارة والتسريب اللي هي جعل سراج للناس حتى يأتوا إلى القبور من غير الدفن أو من غير المصنع، وهذا منهي عنه. والمتخذين عليها المساجد كذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. وقال علماؤنا إن كان القبر دفن قبل المسجد فيكسر المسجد، وإن كان المسجد بني قبل القبر فيبشر. بس العلماء قالوا بس بدنا فكين اللي قبله فكه، خاصة إن كان في القبلة وليس بينهما حاجز، فينبغي علينا أن لا نصلي في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إليها ولا تجلسوا عليها. فهذا الذي يقتضي التحريم، والله أعلم. مر علينا في أصحابنا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام أتى قبر عثمان بن مسعود فحسن عليه 3 حسيات، حديث فيه كلام لكنه سنة. مر النياحة يا إخوان جاء ب4 أحاديث في النياحة، والنياحة من أمر الجاهلية، وهي رفع الصوت والند بمآثر الميت، رفع الصوت والند. أما البكاء والحزن فليس بنياحة. البكاء والحزن زول دمع عينه ويبكي من غير صوت حزنا على فراق صديقه أو أخيه أو هذا ليس موضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر بنته أم كلثوم مرت منها، فجلس على شفير القبر. وانا دايما بقول اهل الميت بيجوا جنب القبر على شفير القبر، ما مشى قاعد جنبه يحت الفاتحه ويعرف، لا قاعد جنبه، لانه المقصود الشفاعه له. قال فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان، صلوا عليه، حسن بفراقها. ومات ابراهيم دون العميد ابنه، فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون
نقول إلا ما يرضي ربنا. شفت الكلام ده موزون كيف؟ أداء الميزان الضابط اللي بيخلينا نحن نضبط الحسن. وابن القيم عليه رحمه الله قال الحسن من منقصات الطريق. شفت الحسن ده إطماء القلب، الإنسان يبعد عن الحسن لكنه لا بد منه. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المسلمين. كويس؟ فالنياحة يا إخوان هي ما كان بصوت وما كان بند ويا فلان ويبسوا كده وده ممنوع، ده من أمر الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وبايع النساء. قال لعمر جيب البعد عشان أبايعه وبايعه على أن لا يشركن لله شيئا ولا يزنين ولا يسرقن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف النياحة. بايعك ما يموت. أم سليم قالت كانت واحدة لها دين نياحة قاعدة تبكي مع صاحبتها فنزعت ايدها وقالت لي النبي عليه الصلاة والسلام أنا عندي صعب قالت لي مديناني بكيا ما شفتي يا ريال. قال لا مش شفتي لكن يجيني بايعتي الآن ما في بكا فمشت بكت وجاءت بايعة. أم سليم قالت فما غفا منا إلا ثلاثة. طيب يا جماعة الصحابة مش نحن، قالت الثلاثة بس ثلاثة مننا الغفر بالبيعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان من أمر الجاهلية، اثنان في أمتي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أي زول تشاهد كده يا ولد طوال يدخل في نسب وأي بكة تلقى النايحة والساكنة. وفي واحدة بتنوح عن القريب بتاعها، وفي واحدة عندها واحد مألمة ولا أبوها ولا أمها طويل وبتجي تقعد تستمع، بتحب النوناية دي بس من يقول في بكة بتجي تنبي جنبها ذات البكة عشان تستأذن الله سلم حيث قبيل الحديث. لعن الله النايحة والمستمع. لعن الله النايحة ولعن المستمع. في واحدة بس شغلتها تلبس دي ما تجي تقعد جنبها في البكة. ليه؟ لأنها عندها أجنون حاجة كده محققها من واحد قريب ليه؟ دي مستمعة لها. لكن العلماء فرقوا بين المستمعة والتي تأتي إلى العزاء. والله ديننا لا عجيب جدا. اللي بتأتي إلى العزاء وما هي مستمعة ولا نايحة هذه لا تدخل في اللعن. والنائحة يا إخوان ويا أخوات ويا أمهات ممن تسمعن قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من قطران ودرع من جرب من النار. طبعا يا جماعة ما الجرب حقنا ولا قطران، لا ده من النار. وموضوع النياحة عظيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر أنهى النساء عن النياحة. لكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيوم أحد وقتل حمزة والنساء يبكين في موتاهن، وطبعا قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كل بيت بيبكي. فقال أما حمزة فلا بواكي عليه، يعني حمزة ما في زمنة بتبكي حمزة. فقال قمنا نساء الأنصار فبكينا حمزة إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا هذا محمول قبل النسخ. قالوا ذلك شنو؟ ده قبل كنت نهيته والنهي عن النياحة. كويس؟ كذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في الأثر وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه إلى جبريل دعاه وأبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام جميل. انتوا ذاتك قالوا فيه انت ذاتك تتمنى الى ذاتك تمشي اخر. لكن العلماء ما صنفوا قول فاطمه من النياحه، قالوا ده ما نياحه. ليه ما نياحه؟ لان فاطمه ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشملها حديث النسخ. النسخ طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والنبي عليه الصلاة والسلام مات وفاطمة ماتت بعده ب6 شهور، لكنها نعت النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل صاحبه من الملائكة الذي كان ينزل عليه. وبعض العلماء قالوا تأسفت على انقطاع الوحي فقالت إلى جبريل ننعاه أجاب ربا دعاه جنة الفردوس مأواه. يعني شنو؟ يعني انقطع عنا وأبوها لكن انقطع خيره عن الأمة صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو بكر وعمر على نساء المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهن يبكين، فقال ما لكن أما تعلمن أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا؟ لأن الحتة المشاريع التي أرسلنا إلى الرفيق الأعلى إلى الله مش أحسن من وعانا هنا؟ قالت قلنا نعلم ذلك لكننا نبكي على انقطاع الوحي عنا. شوف النسوان دي فهمت كيف؟ لأن إحنا ما بنبكي عليه فراقه، إحنا بنبكي لأنه الوحي شنو؟ انقطع. قال راوي الحديث فهيجهن على البكاء، فبكى أبو بكر وعمر بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبتي فيه. اللي عنده مصيبة يعرف إنه الطريق ده مشى فيه منه مشى فيه النبي سلم والأنبياء والمرسلين. الله أسأل أن يوفقني إلى ما يحبه ويرضاه وأن يصلح حالنا يا مولانا، أصلح حالنا في ديننا ودنيانا، واغفر لنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جزاكم الله خيرا من حسن الاستماع، وإن شاء الله سنختم هذه المجالس يوم الغد بإذن الله بمجموعة من الأحاديث فيها بعض الأحكام ونكمل فيها من الدرس الخامس غدا الخميس إن شاء الله. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.